السلام عليكم، مساكم الله بالخير. فيه بنت من بنات أحد القبائل اسمها سعدة. سعدة هذه تسمع بصيت خلف بن دعيج الشرار، تسمع بغزواته وطيبه وفزعته وكرمه وشعره، حتى أنها تحفظ شعره وتقول. فحبته قبل لا تشوف، ويوم شافته حبته فوق حبها الأول، يعني على قولتهم شغفها قلبها بحب. فانتشر حب سعدة الخلف بن دعيجة عند أبناء قبيلته هي، ويدرون أنه تبيه وحافظة شعره ودائما تردده. فأحد المرات الأولين مغازي، قبيلة تغزي على قبيلة وكذا، فأحد المرات غزا خلف بن دعيجة على قبيلة البنت هذه بياخذ إبلها، لكن المغازي يوم لك ويوم عليك. خلف وقع بالأسر عند القبيلة بدون من المنع اللي هو يقول عطنا الله ومن الله، وخذ سلاحي وفكه وخلنا نرجع لهذا. لكن اللي يقع بالأسر هذا بدون منع، يعني اللي آسره هذا يا يقتله يا يفكه يا يخليه عنده يقبل فدية بكيفه. فخلف وقع من ضمن الأسرى، ما يدرون هو خلف ولا لا. شبهوا عليه، قالوا انه خلف، قالوا لا. كانت بشرته قالبة يعني من الشماس من كثر المغازي، صار يعني يسمر. فقال صوته لسعدة هي اللي تعرفه زين. فجابوا سعدة وشافته، يوم شافته عرفت انه خلف، لكن خايفة عليه من الموت لا يذبحونه ابناء قبيلته. فيوم شافته قال هو خلف هذا يا بنت ولا لا؟ راعت له له شوين، قالت لا ما هو خلف، ومدت براطمه يعني باستهتار. قالت لا ما هو خلف، هذا من الموالي، هذا من خدم خلف او من عبيده، لا بس فكوه. خلف سمع الكلام هذا تحرك شيء بسبده وقمز، يعني لو تذبحونا ما يخالف، انا خلف، بس لا تقولي البنت اني من الخدم او من الموالي. فقمز خلف من دعيجه وقال بي. فيوم وقف يبرر موقفه قال سن بدالي ذوق سكر ولذيذ، وعين انجزت من عقب ما هي قبالي، وابدت علي بريط من بهز واريج، وفي مفرق الجذله سوات الهلال. استغفري يا بنت يم العشاشيت عن قولة سني من عبيد الموالي، حنا عبيد الرب سيد المخاليج، مما جرى يا بنت هذه فعالي. انا خلف زبنا العيال المشافيت، لا حل في تال الركايب جفالي. يا بنت حما ينضى ساعة الضيت، شيخ تخضع له اسباع رجالي. حمايهن في ساعة تيب سريج، ومن دورا يلقان عند التوالي. انتم خزايزكم طوال السماحيج، وخزايزي شمط الحي والليالي. فيوم سمعوا ابياته هذه وتبرير الموقف، والرجال الاول يتقدر، فقالوا حرام بالله انه ما يجري لك العود، وفكوه قالوا روح لربعك والجماعة.